هاي يا جماعة، أنا دكتورة مريم فؤاد، دكتورة السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. النهاردة هقول لكم على نظام إنقاذ رجيم سريع هنخس خلال فترة أسبوع واحد قبل العيد. اللي هتتبعوا معايا الخطوات ديت وهتدعولي هتخسوا مش أقل من 2 كيلو في الأسبوع، أو 3 للناس اللي هتلتزم وهتمشي بالحرف زي ما أنا بقول بالظبط. اول حاجة هنقلل النشويات في الاسبوع ده جدا، ولو هناخدها في وجبة واحدة بس خلال اليوم كله، وهتبقى بمعدل نص رغيف او 6 معالق كبيرة رز او 8 معالق كبيرة مكرونة. تاني حاجة مش هتبقى كل يوم، هتبقى يوم ويوم لا. تاني حاجة نعتمد على البروتين. بالنسبة للناس الصايمة هيبقى البقوليات زي الفول والمشروم، الحاجات دي نقدر ناخدها. ممكن ناخد اي حاجة خضار زي البتنجان اللي هو بس يبقى مشوي مش مقلي. يعني من اهم الحاجات، تاني خطوة اللي احنا هنبعد عنها المقليات تماما، يبقى اكلنا كله بسيط، مش تقيل قوي. تالت خطوة المهم اللي احنا نركز زي ما احنا قلنا على البروتين. بالنسبة للناس الفطر عشان ما ننساهمش، هناخد من منتجات الألبان، جبنة بقى، قريش، زبادي، بيض، الحاجات دي هتفرق معانا. تالت خطوة نحاول نوقف الأكل قبل النوم مش أقل من ساعتين لتلاتة. رابع خطوة اللي احنا نحاول نتمشى كل يوم مش اقل من نص ساعة يوميا، وتبقى بسرعة اكتر من سرعتك الاساسية، يعني نبذل مجهود شوية لدرجة اللي احنا ننهج. خامس حاجة عشان نقدر نقلل النشويات لازم نكتر من الخضار، يعني جزر، خيار، فلفل، خس. وده دايما اللي انا ابدأ بيه الاكل بتاعي. تابعوني ويقولوا لي رأيكم وخسيتوا قد ايه.